السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم منوعات مغتربة ببلادها. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، تكونوا في صحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة بسيطة جدا، ما راحش تديكم الوقت خلاص كي تخدموها. صبيعة الفيونداشي بالزيتون وشوية تاع لي فريت، تجي هايلة بنتها ما تتوصفش. وقبل ما نبداو في الوصفه تاعنا ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد تاعي، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء تاعكم باش تعم الفائده. الوصفه تاعنا نبداوها بسم الله. فيها كميه تاع فيونداشي، هي شي تناقيس 50,000. 50,000 تاع فيونداشي. حطيت معها شويه تاع المعدنوس، نص حبه تاع البصل قطعتها مقطعه ماشي مربيه، وزوج فصوص تاع الثوم. حطيتهم مع الفيونداشي تاعي، ومن بعد حطيت الملح قيس ما تحبوا نتوما، تحبوا الملوحه تاعكم. ولي زيبيس حطيت هنايا، حطيت القزبر، حطيت شويه تاع الكمون، شويه تاع الكركم كما راكم تشوفوا. حطيت الملح عفوا، ومن بعد حطيت هنايا القزبر تاعي، الكركم، هنايا شويه تاع الكمون، وشويه تاع الفلفل الحمر. هنايا حلو، نتوما تحبوا تحطوا الفلفل الحار حطوه. وحطيت حبه تاع البيض، شويه حطيت حبه تاع البيض، وحطيت لا شابلو تاني، قيس 3 مغارف الى 4 مغارف تاع لا شابلو باش تعطينا هذيك الطراوه، باش الفيونداشي تاعنا ما يجيناش يابس. وما تجي الكميه تاعنا، الكميه تاع الفيونداشي تزيد تزكى، تجي كميه كبيره. وضفت شويه تاع الماء، انا الفيونداشي ديما نعجنها بشويه تاع الماء باش ما تجينيش تاني ما تجينيش قاصحه. وخلطت المكونات. هنا الفيديو ما صورتش، انا كنت حاسبه راني نصور ما صورتش. وخلطت المكونات تاعي حتى دخلت الفيونداشي كامل في المكون، في هذوك لي زيبيس والمعدنوس والبصل اللي حطيت لها. ومن بعد جبت شويه، استعينت بشويه تاع الماء وشكلتهم على شكل صبيعات. نتوما شكلهم كيما تحبوا، كويرات ولا صبيعات ولا شغل طبقات كيما تحبوا. هنايا هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. ومن بعد جبت قدره حطيت فيها شويه تاع الزيت، وقليت هذوك الصبيعات تاعي، قليتهم في الزيت تاعي حتى داو لي هذاك اللون الاحمر. هنايا كما راكم تشوفوا قليتهم. ومن بعد حطيت نص حبه تاع البصل، كنت رحيتها مليح. تديو نص حبه تاع البصل، تكون البصله تكون شويه كبيره، سينو ديو حبه تاع البصل متوسطه ورحيوها. هنايا بعد ما قليتهم في هذاك الزيت اللي حطيته، حطيت هنايا نص حبه تاع البصل تاعي اللي كانت شويه كبيره، حطيت هذيك البصل. ومن بعد قليتها مع الفيونداشي تاعي مع صبيعات هذوما، قليتها مليح. ومن بعد حطيت نص حبه تاع طوماطيش كذلك، حطيتها رحيتها وحطيتها مع البصل وهذوك الصبيعات تاع الفيونداشي يتقلاو معها. وحطيت الملح، شويه تاع الملح، ما كثرتش الملح. حطيت الملح، وحطيت كذلك لي زيبيس تاعي اللي كنت حطيتهم في الفيونداشي تاعي، اللي هما الفلفل الاحمر حلو، شويه قزبر، شويه كركم، وشويه كمون. كما راكم تشوفوا قليت هذاك البصل مليح حتى نشف لي من الماء تاعو. انا ديما البصل تاعي نرحيه باش ما يقعدليش، ما نحبش هذوك الطرف تاع البصل كي ناكل نلقاهم ولا نلجا نصفي هذيك لاصوص تاعي. لا انا نرحيها مليح، ما تعطينا لاصوص تاعنا تجينا شويه لابيه، ما تجيناش ماويه. حطيت طوماطيش هذاك وقليتو، زيت قليت مليح. انا ديما ننصحكم قليو مليح، خاصه المبتدئات. ما ناش نهضروا مع لي بروفيسيونيل، نقول بروفيسيونيل على بالنا راكم طيبوا، انا نهضروا للمبتدئات اللي يتعلموا الطياب. قليو مليح الماكله تاعكم باش تعطيكم البنه هذيك في البنه، وتجيكم الماكله تاعكم مليحه. حطيت لي زيبيس تاعي وكملت نقلي باش لي زيبيس يدخلوا لي في البصل والطوماطيش، وهذاك تجينا المرقه تاعنا بنينه.
ومن بعد زدت حطيت شويه تاع الماء، حطيت مرق بشويه تاع الماء وخليتهم يكملوا القليه نتاعهم، هذيك الفيونداشي تاعي طيب. ومن بعد جبت كميه تاع الزيتون، انا الزيتون تاعي هذا كان طايب عندي انا ديما كي نطيب الزيتون تبقى لي كميه نحطها في ساشي ونكونجليها هكذاك تصدر لي كميه نستعملها عند اللزوم. نجبد الزيتون تاعي طايب نكونجليه نجبدو طايب. انا كميه تاع الزيتون اللي كانت عندي واجده طايبه مغليه كلش ما فيهاش الملح مكونجليه حطيتها صافي واجده. هذه الكميه كي نحتاجها انا يعني الوصفات اللي نحبهم يوجدوا لي تمتم نلجا لهذا الزيتون لي كونجليتو ما نجبدش الجديد. كمل نقلي الزيتون هذاك ومن بعد نمرق. هنايا ضفت شويه تاع الماء باش نكمل نقلي هذوك المكونات تاعي كما قلت لكم، نزيد نخليهم يتقلاو مليح وهذاك الزيتون ياخذ شويه البنه تاع لي زيبيس. ومن بعد نمرق الماء بالماء قيس ما سخون، الماء يكون سخون دائما نقول لكم مرقوا بالماء سخون. قيس ما يتغطى ليه هذاك الفيونداش تغطى ليه فيونداشي هذاك ويزيد يكمل لي الزيتون الطياب تاعو. هذه هي كميه تاع الماء تاعي اللي حطيت وغلقت عليها وخليتهم يطيبوا وتلبال باش يكمل الزيتون تاعي يطيب والفيونداشي تاعي يطيب، وكذلك باش تعقد لي هذيك لاصوص وتجيني عاقده ما تجينيش ماويه. وهنايا بعد ما طاب لي هذا هو هذه هي الكيفيه تاعي او الوصفه تاعي. بعد ما طابت ولبات لي هذيك لاصوص راكم تشوفيها جات هايله. خليت شويه تاع لي فريط وحطيت معاها جات واحد البنه ما يعني ما نحكي لكمش هايله هايله هايله. هذه الوصفه بسيطه جدا وتقدروا ديروها في الصيف. نلتقي في وصفات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.